اهو جه يا ولاد، هيصوا يا ولاد، اهو جه يا ولاد. شايفين الزينه يا جماعه؟ شايفين شغل في صرف في الفيديو ده. اهلا بيكم في برنامجكم عالدنيا السلنقتيه. رمضان كريم. اهلا بيكم. بقالنا كتير ما عملناش فيديو، بس قلنا بمناسبة الشهر الكريم ده لازم نعمل فيديو توب زي كل سنة. في الاول حابب اعرفكم على الاختراع ده، عشان اختراع اللي عايز الفانوس ده يهديه لحبيبه حبيبته اي حاجة. عندنا في الفانوس ده كذا اوبشن. ركز معايا وما تملش، الموضوع جميل. هتدوس على الزرار الجميل ده، طلع لك الوان بتديك بالظبط زي ما انت شايف كده. لو طفينا الزرار ودوسنا على الزرار التاني قلب معاك كشاف تورش. لو انت في كامب او طالع معسكر او حاجه هيبقى مفيد جدا. طب دلوقتي يا ست الكل النور بتاعنا انطفى، هنعمل ايه؟ هنروح شادين. بص 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 بص، يا لهوي اختراع يا جماعه، صدقوني حاجه تحفه. يظهر لك اللمبه دي. عايز اوريكم قوه اضاءتها. لما النور بيطفي هوريها لكم في اخر الفيديو. وتدخلوا كده صلنسين. لو الشاحن بتاعه فصل، هنا في مدخل تشحن منه الباور، وهنا في مدخل يو اس بي. فانوس من الاخر. اللي عايز الفانوس ده يدخل يكلمني على الخاص، وانا هقول له السعر والتفاصيل وكل حاجه. رمضان كريم، يلا نبدا. خلي بالكم المسلسلات بتاعتنا السنه دي متقسمه كذا جزء. في عندنا دراما، في عندنا الشرطه والدفاع عن الوطن، في عندنا الكوميديا. اول حاجه هنتكلم اللي في النص دي، الدفاع عن الوطن. عندنا 3 مسلسلات. ايه هما ال3 مسلسلات؟ الاختيار 2، القاهره كابول، هجمه مرتده. كل واحد فيهم بيحكي عن قصه. اتفرج على الفيديو لاخره عشان تعرف كل واحد بيتكلم عن ايه. هنبدا مثلا بمسلسل توب، والسنه دي هيبقى من التوب 10. مسلسل الاختيار 2 او رجال الظل زي ما بيقولوا، هيكون مع احمد مكي وكريم عبد العزيز. طب هيتكلم عن ايه المسلسل ده يا روما؟ اولا زي ما احنا شايفين في البوستر ان كريم عبد العزيز هو اللي واقف باصص لنا، واحمد مكي مديله ظهره. طب ده دليل على حاجه؟ ده هيبقى دليل طبعا كبير جدا ان احمد مكي هيكون خاين زيه زي عشماوي. وهتتابع المسلسل، وهيكون في الاول بدقن كان في التصوير، وهيشيل الدقن وهيكون هو الظابط الخاين. طب المسلسل بيدور كلامه عن ايه؟ بيقول لك ان المسلسل ده هياخد كل حياة الشهداء من 2013 لحد 2020، السنة اللي فاتت. اي شهداء جم في وزارة الداخلية، ونركز على كلمة الداخلية، هيكون ليها دور غير المنسي السنة اللي فاتت. وطبعا بيتر ميمي مخرج شاطر، وهيعمل مسلسل يحافظ بيه على زبونه زي ما عمل في الاختيار 1. تمام. وفي جملة كده بيقول لك حتى لا ننسى. بيربط لك ان هيبقى في حاجه من الجزء اللي فات، وان في اللي هو الواد اللي كان طالع دور عماد مع عشماوي هيبقى ليه دور، لان هم كلهم صحاب بس اتقابلوا في مواقف يعني في الدفاع عن الوطن. وده اول مسلسل معانا. تاني مسلسل في فايل المخابرات او فايل الشرطه هو هجمه مرتده، وده هيكون بطوله احمد عز وهند صبري وصلاح عبد الله. هيكون بيتكلم عن ايه بقى اللي حصل في ثورة 25 يناير، ومين اللي كان ورا الثورة، والدنيا مشيت ازاي. وهيفتح ملف مخابرات تقيل قوي. هو هيكون قوي، بس انا عن نفسي هرشح الاختيار 2 عنه. اخر مسلسل معانا في ملف الشرطة او الارهاب او المكافحة بتاعت الارهاب هيكون القاهرة كابول. ايه كابول وليه اسمه غريب؟ باين جدا من الغموض اللي في البوستر. هنلاقي عندنا في البوستر ان احنا بنشوف طارق لطفي عامل دور الارهابي، وهيكون فتحي ابو وهاب عامل دور الضابط المخضرم، وهيكون عندنا خالد الصاوي القنبله عامل دور مذيع. هيربطوا ازاي القصص كلها مع بعض؟ هيعملوا ميكس غريب جدا. هو هيبقى حلو، بس انا برضه هتفرج على الاختيار 2. نسل الاغراب. واخيرا زغرته ان امير كرارة ما عملش دور ظابط بعد كلبش 1 و2 و3 والاختيار 1. اخيرا قرر انه يشتغل دراما. عمل بقى حاجه صعيدي مع احمد السقا، وطبعا احمد السقا غني عن التعريف. المهم ان القصه هيكون واحد منهم هيدخل السجن، هيطلع من السجن هيلاقي صاحبه اتجوز مراته وبينسب ابنه لنفسه. طب يا ابني، ما ده ابن اللي في السجن. هيقول له لا ده ابني انا. فيقرروا ينتقموا من بعض، وهيكون مسلسل قوي.
طبعا هيشارك معانا البطوله الاستاذه مي عمر اللي هي اي بي سي تمثيل، بس عشان خاطر طبعا محمد سامي المخرج ومراته والكلام ده. وده تاني مسلسل زي ما باين في البوستر كده. معانا بقى قنبله الموسم وكل موسم، المعلم محمد رمضان اخيرا ما غيرش برضه من نفسه للسنه العاشره على التوالي. عمل مسلسل موسى. طب بيتكلم عليها موسى يرماني. موسى بقى هيكون في دور في فتره الستينات ايام الاحتلال بقى البريطاني، اللي هو الاحتلال الانجليزي لمصر. وهنشوف ان محمد رمضان، شوفوا سبحان الله، ابوه هيتوفى وهو صغير، وهيضطر يشيل مسؤوليه اخواته، وهيضطر يروح يسافر مصر عشان يشتغل ويصرف عليهم. هيحب بنت فرنسيه، مش زي نسر السعيد خالص، ولا المسلسل اللي قبل ما كان بيحب ياسمين صبري. لا 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 لا. المهم انه بيحب بنت فرنسيه وهيعجب بيها، ومن هنا بقى تدور الايه الاحداث. انا بقى اتوقع مثلا البنت الفرنسيه دي مثلا هيكون بيحبها عيل ظابط، الواد الظابط ده هيشيله كام قضيه مش عارف ايه، هينتقم منه. المهم ان محمد رمضان برضو بيكرر نفسه للسنه ال20 على التوالي. لعبه نيوتن، انا شايف ان المسلسل ده يا جماعه ارشحه من ضمن التوب 5 اللي هتفرج عليهم. ليه بقى؟ لان بطوله منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، الاربعه توب يا جماعه. بيتكلم عن ايه بقى؟ بيقول لك ان هيبقى في زوجه وزوج، ما بينهم مشاكل وكلام زي كده. الزوجه هتقرر انها تسيب زوجها، هتضطر تسافر لوحدها في الخارج وتكون لوحديها، يحصل لها بقى شويه مشاكل من هنا، غموض غموض. عندنا بقى مسلسل النمر. مسلسل النمر ده محمد امام، للصراحه يا جماعه عمري ما شفت له مسلسل. ليه؟ لان الواد ده دايما بيحب يدخل الاكشن مع الكوميديا، ودايما بتقلب منه كده. فما هتقولي عرفت منين ان هو ام بي سي مصر على طول بيبقى شغال، بنشوف مقتطفات كده. كان مسلسل مش فاكر اسمه ايه، والسنه اللي فاتت برضو كان عامل مسلسل اسمه هوجن تقريبا، بيهجس كتير. المهم يعني ان مسلسل النمر هيكون شاب صعيدي وعنده طار، هيسافر مصر عشان يشتغل في محل بتاع دهب او صاغه. هيحصل بقى مشاكل ما بينه وما بين الراجل بتاع الصاغه، تقريبا هيلبسه قضيه ان هو سرق دهب والكلام ده كله. معاه هنا الزاهد وبيومي فؤاد. انا ما انصحش انك تتفرج عليه. هندخل بقى بعد كده على حاجه غريبه كده حاصله شويه. في مسلسلين كل واحد فيهم هيبقى 15 حلقه، منهم واحد انت مش هتتوقعه، بس هقول لك عليه برضو لان ده واجب من السلنكتين. هنبدا باول واحد فيهم، اسمه بين السماء والارض. بين السماء والارض ده كان فيلم قديم شويه، وكان فيه سنه كوميديا وبيحصل شويه حاجات كده جوه الاسانسير. سبحان الله، تقريبا هو هيتعمل بس في 2021. بس يعني بطولة واحد دمه تقيل على قلبي قوي، اسمه هاني سلامة. ما بحبوش خالص يا جماعة، فبرضه بنصحكم ما تتفرجوش عليه. هو معاه سوسن بدر واحمد بدير ومحمد لطفي ومحمد صلاح، معاه شوية اسامي حلوة، بس هاني سلامة ما بحبوش. طب ايه يا روما المسلسل التاني 15 حلقة؟ اقول لك انا بقى، كوفيد 25. ايه تقول ايه؟ زي ما سمعت كده، يوسف الشريف بنسبة كبيرة، عشان طبعا برضه انا على علاقه كبيره بمنتجين، بس ممكن المنتجين يختلفوا معايا، بس على كلام المنتجين لحد امبارح انه 15 حلقه. طبعا هيتكلم ان في فيروس، وهو هيبقى دكتور اسمه مش عارف ياسين، هيحاول انه يدور على علاج للفيروس ده باللقاح مش عارف ايه. هو بيحب يركب الترند، فقال لك اركب الترند مع كوفيد 19 واخليه 25. بس انا بقول لكم، انا عن نفسي ممكن ما اتفرجش على يوسف الشريف السنه دي. ادل راجل في المسلسل نرمين الفقي ومحمود عبد الغني، انا شايف انه مسلسل بره التوب 10 خالص. يسرا عامله السنه دي دويتو مع باسل الخياط، والاثنين دول هيعملوا يا جماعه مسلسل درامي تقيل قوي اسمه حرب اهليه. طب ايه حرب اهليه وبيدور عن ايه؟ هيكون ان خد مني وما تراجعش ورايا، مسلسل من ضمن التوب 5 بقى بالنسبه لي، اسمه قصر النيل. هيكون بطوله دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، احمد خالد، صلاح عبد الله. الفكره ان دينا الشربيني جوزها هيموت، هتضطر او مش هتضطر، هيحصل طبعا جو درامي انها تتجوز اخو جوزها الله يرحمه. اخو جوزها ده بقى اصلا متجوز ريهام عبد الغفور، فهيحصل بقى مشاكل بينها وما بين ضرتها وتحصل بلاوي. المهم ان هو داير في الاربعينات، واللي عرفت انا لسه عامل مسرحيه اولجالينا في الاربعينات، في حوار البدل والفساتين والفاسينيتور والكلام ده كله. انا اشجعكم انكم تتفرجوا عليها. ودينا الشربيني اتفرجت عليها السنه اللي فاتت، كانت لعبه ابليس تقريبا، مش فاكر كان اسمه ايه، بس كانت من اشهر الممثلين الصراحه السنه اللي فاتت.
ارشحكم تتفرجوا على المسلسل ده. في جمله كده بنقولها، يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير. المسلسل بيدور عن ايه يا ارماني عشان ما ندخلش في حوارات؟ ان في بنت اسمها غزال، ياسمين عبد العزيز، هتكون باباها هيخليها تتجوز واحد الفرق ما بينها وبينه يعني في السن كبير، تمام؟ فلما يبقى السن كبير هي بقى يحصل شويه مشاكل وبتاع زي كده، شخصيتها تبقى قويه، هتبتدي تعرف تتعامل مع الناس اللي حواليها. المهم يعني انها تحب شخصيه اسمها سيف الخديوي. مين الخديوي؟ الشاطر كده احمد العوضي. فيحصل طبعا مشاكل انها ازاي تحبه، والراجل السري اللي هي متجوزاه الفرق ما بينهم بسن كبير، اكيد ده رجل اعمال وليه بقى بودي جاردات وبتاع. فهيحصل مسلسل درامي قوي قوي. مسلسل لحم غزال، في شخصيه من ضمن الممثلات اللي انا ما بتفرجش عليهم خالص، غادة عبد الرازق. هتقول لي يا ابني ازاي؟ اقول لك ده السكر في الشاي، انا ما بحبها يعني، ما بقى مش من ضمن التوب 5 او التوب 10 عندي. المهم ان غادة عبد الرازق هتكون مع مي سليم وعمرو عبد الجليل، هيكون في حاره شعبيه وهيحصل مشاكل في الحاره الشعبيه وشباشب هتترفع وابايب، وهيبقى مسلسل شعبي اللي عنده وقت يتفرج عليه. نجيب زاهي زركش، الراجل ده انا عمري ما اتفرجت عليه غير في ايام حماده عزه، ايام اللي هو ايه 2002، ايام الاي ار تي وحكايات والكلام ده. يحيى الفخراني هيكون معاه كريم عفيفي، هيكون معاه محمد محمود. مسلسل ان نجيب زاهي ده شخصيه ثريه ومعاه فلوس، هيكتشف ان بعد 30 سنه كان عنده عيل حلو. العيل ده بقى يفضل يدور عليه هو وصاحبه من صغرنا واحنا بنتشاقى وما بنخافش غير من اللي خلينا، معروف علينا اللي احنا ديابه. مسلسل ملوك الجدعنه هيكون ما بين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والاتنين عملوا لي فورمه والاتنين فتحوا لي القميص، فهتشوف دعك للصبح. ده من ضمن المسلسلات التوب 5 لسانكاتيل اللي هتفرج عليهم السنه دي. ليه بقى؟ لان اللي هيكون الشخص الشرير عمرو عبد الجليل، وهيبقى ضرب نار للصباح الباكر. شوفوا وادعي لي. حماده هلال عامل مسلسل اسمه المداح. المداح ده هيكون بيدور ان في مشاكل ما بين الميراث بقى والكلام زي ده، وهيكون اتنين اخوات، الاتنين اخوات دول بيتخانقوا على الميراث، اللي هيضطر ان واحد منهم يزق باخوه في السجن. انا شايف ان حماده هلال يعني شهداء 25 يناير ماتوا في احداث يناير. مسلسل بقى بيتكلم على تربيه الاولاد وازاي نربي عيالنا والكلام ده كله، اسمه ولاد ناس. ده هيكون فيه ايهاب فهمي، وهيكون فيه بيومي فؤاد، وهيكون فيه رانيا فريد شوقي. مسلسل كده حلو، تجربه جديده انك ازاي تربي ابنك بدل ما هو يربيك. خلي بالك، خلي بالك من زيزي يا عزيزي، ده هيكون بطولة مشتركة ما بين حبيبة قلبي أمينة خليل اللي نفسي أشوفه وأتصور معاها، وحبيب قلبي اللي هموت وأشوفه وأتصور معاه محمد ممدوح. الحوار بيدور إيه؟ إن أمينة خليل هتكون معقدة وأمها معقدة من الجواز، ويا بنت تتجوزي والكلام ده كله، فهتقع في حب محمد ممدوح، فهيتجوزوا، فهيحصل بقى مشاكل ما بينهم عشان هتبين له بقى التعقيد بتاعها والكلام ده كله وشويه مشاكل. المهم اللي انا يعني انا مش عارف المسلسل ده دراما ولا كوميدي، بس هو دراما شويه يعني. بص بقى يا زماله، دلوقتي هكلمكم على مسلسل بنت السلطان، روجينا وباسم سمره، فهيعملوا كوارث. بيقول لك ان الاثنين دول هيحصل ما بينهم صراعات وخلافات عاطفيه. طبعا باسم سمره هيقع في حبها وهيشبشبوا لبعض، وهتبقى باين عليها شغلانه. نيلي كريم، نيلي كريم اللي انا الحمد لله ما اتفرجتش على مسلسلاتها خالص، لان هي دايما بتعاني من امراض نفسيه بتعالجها، وادمان ومخدرات وفودو وبودو. السنه دي بتقول لك ضد الكسر، طالعه بطوله مع مصطفى درويش وطارق عماد، اللي هي بتاعت ما حدش هيكتشفني. لك ان سلمى بتعاني من الاستهتار من زوجها، وان زوجها ده بيتعدد نزواته وبيتعدد علاقاته النسائيه، فيحصل ما بينهم مشاكل كتير. فضد الكسر، شوفوا واحكم انت عشان انا مش هفرق. اخر مسلسل معانا في الدراما كل ما نفترق، ده هيكون بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف. المسلسل ده يعني حاسس ان في حاجة غريبة تميل الى الغموض والاثارة واتفرجوا عليه. ليه بقى؟ لانه هيكونوا اتنين توأم، واحدة عندها رزانة كده ومتزنة وبنت ناس، والتانية هتكون بقى مجنونة ومتمردة وبتاعت خناقات والكلام ده كله. المهم اللي انا قدرت استنتجه، لان المنتج بتاعها مش صاحبي قوي وما ردش عليه على الواتساب كتير، فما خدتش وديت معاه، ان في واحده منهم هتموت، وتقريبا اللي هيدفنها ما يعرفش ان ليها اخت توأم، فهيطلع اختها التوأم دي هتطلع بقى مشاكل كتير عليه، او البت دي هتقوم من الموت ومش هتكون اصلا ماتت ومثلت انها ميته،
وتبدا تجننه. المهم ان هو مسلسل هيبقى حلو، لو في وقت عندك اتفرج، بس انا مش من ضمن التوب فايف. الكوميديا انعدمت عندنا في رمضان وفي مصر تقريبا، ومعرفش الكوميديا اللي حصل لها. عندنا 3 مسلسلات كوميديا: فارس بلا جواز، ده مصطفى قمر. انا نصيحتي ليك يا مصطفى قمر، يعني من اخ لاخوه، انت تتجه يا ابني للاغاني زي ما كنت بتعمل زمان، هو ده عيب، وما تمثلش عشان انا ما بحبكش. طالع معاه محمد ثروت وسليمان عيد، سنيده حلوه بس انت مش حلو في الكوميديا، فيبقى الموضوع كارثه. المهم ان فارس بلا جواز ده هتكون ان فارس بيحصل له ظروف خارجه عن ارادته، وهتجبره ان هو يدور على عروسه، ولما يدور بقى على عروسه يحصل بلع. طب تاني مسلسل معانا احسن اب. صدقوني يا جماعه، من اكتر الممثلين البايخين في مصر من وجهه نظري التي ليس لها اي قيمه علي ربيع. ده راجل امه بس كانت بتدعي له زمان، منامي برضو بتدعي لي، بس شكلها بتدعي في ايه، في حته غلط. الواد جاي معاه كده، يعني عمل مسلسل اسمه احسن اب، بيقول لك ان هيحصل شويه حاجات كوميديا ما بينه وما بين ابنه، وانه يكون عايز يكون اب مثالي، فهيضطر يعمل اي حاجه لابنه. ما تتفرجوش عليه يا جماعه عشان ده ما يستحقش الموشن. تالت مسلسل معانا واللي انا حزين عليه اسمه عالم موازي. ده هيكون بتاع الفنانه العظيمه اللي انا بعشقها دنيا سمير غانم، معاه الواد محمد اوتاكا 10/10، معاه احمد فتحي وعمرو وهبه وشيماء سيف، معاها استاف ما غيرتهوش من ايام ما انا كنت في ثانويه عامه، يعني بقى لها 5 سنين بنفس الممثلين. فالموضوع بقى بطيء شويه ولا يتحمل اللي احنا نضحي بوقتنا. فلو حد عنده وقت يتفرج على ده، بس الكوميديا الوحيده اللي في رمضان. نيجي بقى لشويه ملحوظات كده وتركزوا معايا. اول ملحوظه: عادل امام ومي عز الدين مش هيشتغلوا السنه دي. عادل امام كان قاعد معايا في انظر رن وقال لي. تاني حاجه: مفيش اكتر من الثنائيات، مصطفى شعبان وعمرو السعد، امير كرارة واحمد السقا، كريم عبد العزيز ومكي. حاول تنقي التاج تيم القريب الى قلبك وتتفرج عليه. بعد كده مفيش كوميديا خالص، انسى الكوميديا اللي انا لسه قايلها دي، متتفرجش على مسلسلات كوميديا، خلي حياتك كلها كئيبه. طب اخر ملحوظه: رامز عقله طار، هو فعلا عقله طار، فعشان خاطر رامز عقله طار صدقني يديله دي اهو كله طار في المطار. رامز جلال تقريبا هياخدهم في تلفريك وهيقعوا في ميه وهيبهدلهم بجد يا جماعه. رامز جلال ده مجنون وغير سوي نفسيا. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم حاجه واحده بس: ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا شير، تعملوا لايك، اللي يجي منك احسن منك. سلام وعاش.